عطيف لاعب فريق الاتحاد. كابتن، لم يظهر الاتحاد بالشكل المطلوب خاصة في الشوط الثاني، لم يحافظ على التقدم. كانت المعطيات تقول أنكم رايحين لدور الأربعة، لكن هذا حدث العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن اخالفك يا اخ ماجد. يمكن الشوط الثاني احنا كنا افضل من الشوط الاول. يمكن يوم كنا افضل خسرنا النتيجه يعني. ابارك للاخوان الهلاليين. صار كان في جزئيات في المباراه يعني هي اللي قلبت موازين المباراه يعني انا كنت اعتقد ان او روح القانون تنص على طرد الحارس يعني حسن العتيبي. يعني كان ما عندي مشكله، ممكن اضيع ضربه الجزاء، بس كان القانون المفروض يعطيني حقي انه يطرد لي الحارس، يلعب الهلال ب10 لاعبين، هذه يعطيني اريحيه على خلال 90 دقيقه المتبقيه. ففي جزئيات في المباراه يعني حصلت هي عكست موازين المباراه. الهدف الاتحاد المبكر اعطانا ثقه اكثر، حافظ يعني رجعنا لتوازننا، صار لنا كم فرصه خطيره. الهلال رجع عادل من تسديده خارج تعدلت يعني كان فيها جانب التوفيق اكبر من جانب المهاره. رجعنا للمباراه، ضاعتنا الكره في العارضه، فصار هي المباريات كانت جزيئات. اقول للهلال مبروك وهاردك للاتحاديه، ونقول لهم الله يعطيكم الف عافيه. كابتن، الاتحاد اللي ظل رقم ثابت في ال10 سنوات الأخيرة في تحقيق البطولات، إما بطل إما وصيف، امتيازات كبيرة، يخرج صفر هذا الموسم، على الأقل نحكي على مستوى البطولات المحلية، واصل امتياز في دوري أبطال آسيا، وأنت القادم الجديد في مرحلة عشت في الفريق الاتحادي. في رأيك الوضعية الاتحادية الغير جيدة بالنسبة على الأقل للجمهور الاتحادي أسبابها؟ اولا اعتقد ان هذا الموسم الثاني اللي يطلع منه الاتحاد من البطولات المحليه. يعني كان الموسم الماضي، يمكن الموسم الماضي تاهل الدور الثماني كاس اسيا. يمكن الجميع يعرف الوضع الاتحاد يعني اللي كان في بدايه الدوري في الدوري والكاس ولي العهد والتغيرات الكثيره وعدم الاستقرار، فهذه كلها عوامل ساعدت ان الاتحاد يخرج انا اتوقع من الموسم هذا بدون بطوله محليه. الاتحاد فريق كبير يستطيع. انا من وجهه نظري يمكن عدم التوازن يعني بداية الموسم والنتائج اللي أثرت حتى على ثقة اللاعبين والإدارة والجهاز الفني، أعطى قليل يعني من التخوف وعدم تحمل المسؤولية، فحصل هالشيء. لكن أقول لهم الله يعطيكم العافية على الرغم الظروف اللي صارت وعلى الرغم الإصابات والإيقافات يعني جميع الظروف إدارية أو فنية أو يعني كانت يعني من إيقافات، فأقول لهم الله يعطيكم العافية. كانت أعتقد اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم. عندنا باقي كاس اسيا اللي باذن الله هي اللي ان شاء الله اللي يكون زي ما كان الاتحاد فيها كعب عالي، وان شاء الله ننقذ موسمنا هذا بالتاهل لدور الثمانيه باذن الله. حتى اللحظه هذه اخر ناحيه كابتن، حتى هذه اللحظه عبده ما قال هذا عبده اللي تعرفونه كويس. هل نتوقع استمراريه لعبده في الفريق الاتحادي، خاصه اذا نعرف انه انت وقعت عقد لمده 6 اشهر؟ والله طبعا الجميع يعرف يمكن اني كنت غايب 10 شهور الى 11 شهر عن المباريات. يمكن الجميع يعرف انه لازم يعرف الجميع ان عبده او انا يعني ما لعبت يعني حتى مباراه وديه، فجيت في وقت يمكن كان صعب، في وقت اكثر كان حسم بالنسبه للبطولات والمباريات. لكن الحمد لله يعني اثبت للناس اني طبيا اقل شيء اني جاهز. لكن باذن الله في المتبقي الموسم القادم باذن الله راح يكون عبده عودته اقوى، وزي ما هو المعروف للجميع. معلومه بسيطه يعني احنا نعرف ان الفرق لما توقف لمده شهر او 45 يوم تحتاج الى 3 شهور، فما بالك لاعب يقف 11 شهر، يحتاج فتره اكبر للعوده لرتم المباريات، الى نسق المباريات وذهاب ويعني وترك التخوف اللي لازمه من الاصابه، فهذه كلها تحتاج وقت ومباريات اكثر. لكن الموسم القادم باذن الله وان شاء الله فيما تبقى من المباريات راح يكون عبده او انا باذن الله جاهز